تخيل تعطي حياتك كاملة لولادك، تسهر وتجوع وتمرض، وفي الأخير تلقى راسك مرمية في الزنقة بحال شي متشرد. السلام عليكم. كانت في الحي شعبي مرا سميتها حجة فاطمة، مرا بسيطة ووجهها باين فيه التعب، ولكن قلبها كبير وطيب بزاف. راجلها مات ملي كانت باقا شابة، وخلى لها 2 دراري وواحد البنت، يونس وكريم وسعاد. الحياة كانت صعيبة على الحاجة فاطمة، كانت كتفيق مع 5 الصباح، كتخدم في الديور وتنظف وتهز الثقال باش تعيش ولاد. بعض المرات كانت كتبات بلا عشا غير باش تشري ليهم كتب والحوايج، وكل ليلة كتقول غير نشوفهم رجال ومرتاحين هذا هو كل شيء. دازت سنين، يونس ولا خدام في شركة كبيرة، وكريم عمل المشروع ديالو، وسعاد تزوجت. اما الحاجة فاطمة كبرات في السن وولات مريضة والصحة قلالات. كانت فرحانة حيت أخيرا غادي ترتاح، ولكن اللي وقع ما كانتش متوقعه. واحد النهار سمعت يونس كيهضر مع خاه كيقوله بقات غير هي في هذا الدار وحنا محتاجين نبيعوها. كريم جاوبو وقال نديوها لدار العجازة ونتهنوا. الحاجة فاطمة كانت واقفة مور الباب وسمعت كل شيء، قلبها حرقة من داكشي اللي سمعت. ما قدرتش تبكي بالصدمة، دخلت البيت وشدت عليها. ديك الليلة ما نعساتش، بقات كتشوف التصاور ديالو ملي كانوا صغار، وتفكرت كيفاش كانت كتجري بهم للطبيب ملي كيمرضوا، وكيفاش كانت كتبيع الحوايج ديالها باش يقراو، ودابا ولاو هما باغيين يتهناو منها. في الصباح جا يونس وقال لها ببرودة يما لقينا لك بلاصه مزيانه ترتاحي فيها. الحاجة فاطمة فهمت كل شيء، ولكن صدمتهم اللي قالت قبل ما نمشي عندي غير واحد طالب. عطاها يونس الورقة باش توقع على بيع الدار، ولكن الحاجة فاطمة ابتسمت وقالت هاد الدار راه ماشي بالاسم ديالكم بجوجكم. تصدموا وخرجت العقد قديم من المجر، وقالت انا كتبتها بالاسم الحفيد ديالي الصغير حيت هو الوحيد اللي كيسول فيه. كريم دا كيغوت قال لها ضحكتي علينا، قالت له انا ما ربيتكمش باش تكبروا وتبيعوني. الحاجة فاطمة خرجت من الدار بكرامتها ومشات تعيش مع الحفيد ديالها الصغير اللي كانت عنده عزيزة بزاف وكيبغيها بالصدق. اما ولادها تفرقوا وتفرقت بيناتهم فلوس، وكل واحد ما بقى كيهضر مع اخر. وفاش مرض يونس من بعد سنوات مشى لعندها، وها تفكرها وتفكر بأن عنده الأم، ولقاها كتقرأ قرآن قدام رجله وهو كيبكي. قال لها سمح لي يما، شافت فيه وقالت له الأم كتسامح ولكن الجرح راه كيبقى. من هنا نكونوا سالينا القصة. كنتمنى تكون عجبتكم، ما تنسوناش بالاشتراك واللايك باش نستمروا وتشجعوا، وشكرا.